السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جايب لكم لعبة لسه نازلة امبارح، يعني اللعبة لسه جديدة ساخنة لسه. فانت الحق استغلها علشان تقدر تحقق الربح اللي انت عايزه من اللعبة. وكالعادة هسيب لك رابط اللعبة في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. وبالنسبة للناس اللي بتقول ان الرابط مش بيشتغل وساعات بيجي لهم باللون الاسمر بدل ما بيجي لهم باللون الازرق، فانا هقول لكم على خدعة تعملوها علشان تقدروا تفتحوا الرابط. وبرضه بالنسبة للناس اللي ما بتعرفش تنزل اللعبة من الرابط، فانا هقول لك برضه ايه الحل في الفيديو ده. اول طريقة انك تحمل اللعبة من قناة التليجرام بتاعتي اللي بينزل عليها كل الشروحات وكل الروابط اللي انا بشرحها في التطبيقات زي ما انت شايفها. وطبعا اللعبة هي اخر حاجة انا كنت منزلها على القناة، ورابط اللعبة ها وهتحملها على طول. وهسيب لك رابط قناة التليجرام موجود في صندوق الوصف، تقدر تخش على قناة التليجرام وتنزل اللعبة. لو مش عايز تخش على قناة التليجرام شوف الطريقتين اللي بعد كده اللي هم دول. اول حاجة هنعتبر ان ده الفيديو اللي انا بسجله حاليا وانت عايز تنزل التطبيق او اللعبة اللي انا بشرحها، فقدامك حلين. اول حل انك تجيبه من صندوق الوصف او من اول تعليق، واقول لك المشكلة اللي بتواجهك في صندوق الوصف وفي التعليقات برضو. تمام؟ انت مثلا يعني ايه صندوق الوصف؟ عشان في ناس لحد الان ما تعرفش يعني ايه صندوق الوصف. صندوق الوصف اللي هو الكلام اللي بيبقى موجود هنا ده، لو ضغطت على كلمة المزيد دي كده فبيجيب لك الوصف بتاع الفيديو، فبتضغط كمان على كلمة المزيد فهنا دي الوصف بتاع الفيديو. تمام؟ وطبعا هتلاقي كود الدعوة موجود اهوت برضو، ورابط تحميل التطبيق هتلاقيه موجود عندك. لو ما جاش لك برضو باللون الازرق زي كده وجالك باللون الاسمر، طبعا كالعادة هسيب لك برضو روابط المهمة زي قناة التليجرام وقناة الاكواد وقناة الربح من الانترنت، والتواصل معي من خلال التليجرام او التواصل معي من خلال الواتساب. هسيب لك الرابط في صندوق الوصف او الرقم بتاعي علشان تعرف تتواصل معي على الواتساب لو انت عايز تستفسر عن اي حاجة. تمام؟ فاول حاجة لو جات لك هنا ما جاتش ليك باللون الازرق زي كده وجات لك باللون الاسمر، فليك حل كمان اللي هو التعليقات. لو انت ضغطت على التعليقات فطبعا هتلاقي التعليق الاول ومثبت على طول، هتلاقي كلمة تم تثبيته، يعني انا اللي مثبته في اول تعليق علشان تخش عليه على طول. لو جالك الكلام ده بدل ما بيجيلك باللون الازرق وجالك باللون الاسمر، فقدامك حل لازم تعمله. اول حاجه بتاخد سكرين للرابط زي كده، وبعدين بتخش تقص السكرين ده على قد الرابط بالظبط. يعني بص بتقصه كده، بنعمل قص ونقص السكرين كده ونعمل حفظ، وبعدين بنروح نخش على جوجل. وبعد ما بتخش على جوجل بتيجي عند علامة الكاميرا دي وبتضغط عليها كده، بعدين هيجيب لك كل الصور اللي على التليفون بتاعك ومن ضمنهم الصورة اللي احنا لسه واخدينها لقطة شاشة. فهنضغط عليها كده وننتظر لحد ما يقول لك اختيار النص، هنختار النص زي كده ونعمل نسخ. وبعدين هنخش على جوجل كروم وهنيجي في البحث ونضغط على البحث كده، وبعدين هنلصق الرابط اللي احنا لسه نسخينه او هنضغط على الرابط الذي نسخته. على طول بيجيب لك الواجهة دي. في عندك حاجة اسمها الداونلود لو انت بالانجليزي، لو بالعربي بيجي لك تحميل. هنضغط عليها اللي هي في الاسفل دي، هيدخلك على طول على جوجل بلاي. وهنا طبعا بدل ما بيجي لك كلمة تحديث بيجي لك كلمة تحميل في النص هنا، فبتعمل تحميل للعبة وهي بتتحمل معاك على طول. وبعد ما حلت لكم كل المشاكل اللي بتظهر لكم، فلو في اي مشكلة تانية ظهرت لك فما تنساش تقول لي في التعليقات. ففي واحد من المتابعين هيطلع كده ويقول لي طب انت ليه ما بتقولناش على اسم التطبيق او اسم اللعبة على طول واحنا هنبحث على جوجل بلاي وهننزل التطبيق؟ ده جاي لي انا بقى. اقول لك يا صاحبي، اللعبه او التطبيق اللي انا بنزله بيبقى لسه جديد، يعني لسه ما اتشهرش على جوجل بلاي. هو لو التطبيق قديم او اللعبه قديمه فممكن اقول لك عليه على الاسم وتنزله، امال هو بيبقى جديد فالتحميل بيبقى قليل فما بتظهرش لك في البحث على طول. وعلشان ما اطولش عليكم تعال نخش في شرح اللعبه دي على طول. نخش في الموضوع على طول. وكالعاده هسيب لك رابط اللعبه ده في صندوق الوصف في اول تعليق. واول حاجه اول ما بتفتح اللعبه فبيظهر لك تسجيل الدخول من خلال الفيسبوك
ولا جوجل كروم. فانت بتختار الطريقة الانسب لك وبتدخل بيها الحساب بتاعك. فانا اخترت جوجل ودخلت بحساب جوجل بتاعي وظهر لي الواجهة دي على طول. بعد ما دخلت طبعا ما ظهرش لي الفلوس دي، انا لعبت اصلا 5 ليفل اللي هو 5 مستويات يعني علشان ابحث في اللعبة وعرفت اللعبة وكل حاجة وجاي اشرحها لك. وكالعادة بعمل لك فيديوهين لكل لعبة واي تطبيق انا بنزله، فيديو بيبقى شرح للتطبيق او اللعبة، والفيديو التاني بيبقى تريكات وثغرات. فاعمل زر الاشتراك دلوقتي علشان ما انزل الفيديو التاني يوصل لك على طول. حاجة اول ما بتفتح اللعبة فبيظهر لك الواجهة دي. تعالى بقى نخش ونشوف ايه هي اللعبة اصلا. لو ضغطنا على بدء اللعبة، وطبعا انت اول ما بتفتح اللعبة فما بيظهرش لك المستوى الصعب ده، هو بيظهر لك مستوى سهل جدا. تمام، انت بتعمل ايه؟ هي اللعبة اصلا اللعبة ان في كرات هنا ظاهرة لك اللي على الشاشة. عندك انت كورتين همت تحت اللي هم عند كلمة 28. الكورتين دول الكرة اللي فوق دي اللي انت بتضربها، الكرة اللي فرحها بتبقى الكرة الاحتياطي، يعني ممكن تبدلها عادي. يعني مثلا الكرة دي شوف لونها ايه وبتضرب في الكرة اللي فوق زي كده. اللعبة سهلة اصلا وهي مأخوذة من لعبة قديمة بس ما كانتش بتربح منها فلوس، هي كانت لعبة عادية كتسلية يعني. تمام، فانت بتختار اللون كده زي ما قلت لك. فانت ممكن تغير اصلا الكورة اللي معاك، يعني مثلا هنا الكورة دي لونها ممكن تخليها اللون الاحمر زي كده عشان تضرب في اللون الاحمر زي كده وتكسب. تمام، وهنا برضو في نجوم. تمام، النجوم دي بتتجمع، مش لازم يعني تجمعها لان انت اصلا هي بتتجمع لوحدها لما بتخلص الليفل. وفي شوية حاجات عن برضو اللي هي القنبلة، لو ضغطنا عليها كده هنعمل كده فبيدمر لك البتاع على طول. بص، تمام، في بعدها على طول الالوان الطاقة الحاجات من دي برضو. فانت كده تعرفها في اللعبة هتعرفها افضل كده. لو انت عايز تلغي الصوت بتاع اللعبة فانت بتضغط على دي كده علشان الصوت اللعبة، يعني انت تلعب عادي زي ما انا بلعب كده بسرعة. فانا هخلص المستوى ده وارجع لك تاني. وطبعا زي ما قلت لك النجوم بتكمل وانت بتلعب، وادي التلات نجوم كملوا اهوت. وبعد ما خلصت المستوى بيقول لي فزت بكام من العملة الذهبية او العملة المعدنية؟ 710. هقول لك استخدامها اصلا وكل حاجة ان شاء الله في اللعبة دي هتعرف. هنعمل بالتأكيد. فعندك احنا كده عرفنا يعني ايه هي اللعبة اصلا. فعندك شوية حاجات في القائمة اللي تحت دي. اول حاجة يدعو، ودي دعوة الاصدقاء، وانت بتكسب برضو لما بتدعو صديق. وكالعادة في اي لعبة او اي تطبيق فهتلاقي في الدعوة دي، وانا شارحها قبل كده في التطبيقات وقايل لك على كل حاجة فيها. تاني حاجة بقى المهمات اليومية دي انت لازم تعملها كل يوم. اول حاجة دعوة الاصدقاء انت بتدعو 5 اصدقاء وبتكسب فلوس برضو، اللي هي بتكسب 30 من اللي هي العملة اللي على الطيارة، وبتكسب 1 سهم. تحميل والعب دي انا كنت شارحها برضو في فيديو سابق، ان انت بتخش اكنك هتحمل اللعبة وبعدين بتطلع على طول. فانا مش عايز الفيديو يبقى طويل علشان ما يرخمش، وعايز الفيديو يبقى قصير، فهقول لكم على الحاجات سريعا كده. الحاجات دي انا شارحها، لو انت مش فاهم اي حاجة في الحاجات دي او اول مرة تشوفني اصلا فاسمع اي فيديو سابق هتلاقي فيه شرح كل حاجة من المهمات اليومية. تحميل والعب، انت بتخش اكنك هتحمل اللعبة وما بتحملهاش، يعني انت بتخش على جوجل بلاي واكنك هتحمل اللعبة اللي هو يجيبها لك. اول ما بتضغط على كلمة انهاء اللي هي الجملة دي اللي هي كلمة انهاء فبيدخلك على طول على جوجل بلاي، فانت كأنك هتحملها وما بتحملهاش وبتطلع وتخش على اللعبة تاني. المهمة اللي بعد كده تم الانتهاء منه 5 مرات، اللي هي الواجهة اللي بتظهر لك وبيظهر لك عجلة حظ، فانت بتنتظر لمدة 60 ثانية وبعدين بتطلع فبتستلم برضو الجائزة دي. كل فيديو يعني بيظهر لك اعلان اول ما بتضغط على كلمة انهاء، وطبعا انت في كل فيديو بتسمع 5 اعلانات عشان تخلص المستوى ده او المهمة دي. المهمة اللي بعد كده مقاطع الفيديو التراكمية. مقاطع الفيديو اللي انت بتسمعها اصلا وانت بتلعب اللعبة، يعني ايه؟ يعني كل فيديو ده بتتحسب في مقاطع الفيديو التراكمية. اي اعلان بتسمعه في اللعبة بيظهر لك في مقاطع الفيديو التراكمية بتتحسب معاك. اجتياز مستوى، طبعا انت بدك تلعب اللعبة لحد ما تجتاز مستوى، يعني تجتاز 15 مستوى من اللعبة، يعني زي ما احنا لسه موريكم كده. ربح النجوم، وهقول لك برضو ازاي تجيب النجوم دي دلوقتي. تمام، وبتكسب طبعا ان تكسب العملة دي والعملة دي، العملة الذهبية والعملة اللي هي لونها لبني دي. الوقت عبر الانترنت وبتنتظر لمدة 30 دقيقة. هما مش 30 دقيقة بالظبط، يعني هما حوالي 10 دقائق 5 دقائق، مش 30 دقيقة بالظبط. تمام، وكده انا شرحت لكم المهمات اليومية كده على السريع علشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وطبعا بتنفذ المهمات اليومية فانت برضو بتستلم الجائزات دي اللي هو السهم والنجوم، هيت اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها. بتستلم 3 نجوم، نجمتين، نجمة.
طول ما انت بتنفذ المهمات اليوميه فبتبدا تستلم من النجوم دي. وطبعا عندك اعاده الضبط العد التنازلي اللي هي يعني ايه، يعني هنا فاضل لي ساعتين في اللعبه دي وابقى هيجددوا ليا المهمات دي تاني، هبقى انا خلصت المهمات فهم بيجددوها ليا تاني. تمام. بعدها على طول هنخش على المكافآت النجوم. مكافآت النجوم دي اللي انا لسه قايل لكم عليها برضو، عدد النجوم التراكمية 50. تمام. فانا دلوقتي جمعت كام؟ انا جمعت 18 من 50. في عندك برضو بتجمع عدد نجوم تراكمية 100، عدد نجوم تراكمية 200. وانت بتلعب اللعبة اصلا النجوم دي بتجيلك كهدية، وبدانك تجمع في نجوم لحد ما يجيلك 1500 نجمة، وبتبدلهم برضو وبتستلم كام؟ 39 من العملة الذهبية. وهنا برضو كل ما بتجمع نجوم بتستلم العملة الذهبية اللي هي موجودة عندك 230 470 لحد ما بتستلم 39 عملة ذهبية. من دي هقول لك ازاي تسحب العملة الذهبية. بعدها على طول في الجوائز الكبرى. الجوائز الكبرى دي اللي هي بتاعت المستويات. يعني انا دلوقتي تم اجتياز 5 مستويات بشكل تراكمي. يعني ايه؟ يعني انا دنيتنا العب على طول 5 مستويات على طول، فانا كسبت كام؟ كسبت 70 من العملة الخضراء. فمن بضغط يستلم وكده انا استلمت 70 من العملة الخضراء، هتلاقيهم موجودين عندك وهنا برضو في تحتها على طول اللي هي السهام، بيقول لك تقدر تستبدل السهام ب 95 من العملة الخضراء. يعني انت جمعت 5 سهام تقدر تستبدلهم ب 95 من العملة الخضراء. وانا هقول لك برضه على كل اهميات كل حاجة تظهر لك في اللعبة دي. تمام. وطبعا دانيك تلعب في مستويات لحد ما تجمع 150 مستوى وبتاخد 70 برضو من العملة الخضراء. في بعدها فوقها على طول بقى المستوى الاخر. المستوى الاخر ديت اللي هي بتبقى المستويات اللي انت بتلعبها. تمام. كل ما بتخلص مستوى بتاخد 3 نجوم. تمام. وهنا بيع النجوم اللي هم بقى بتحول النجوم اللي معاك كده، بتعمل بيع فبتستبدل على طول. وبرضو تقدر تقرا القانون دوت وانت تفهم كل حاجة في البيع ده. وكالعادة في كل تطبيق لازم يكون حاجة بتحوشها زي الصندوق اللي في الألعاب السابقة. فهنا في بقى زجاجة، يعني لو جينا ضغطنا على الزجاجة دي كده بقول لك جمع نجوم تراكميه اللي هي النجمه الصفراء والنجمه البامبي اللي انا كنت قايل لكم عليها، اللي هي البامبي اللي بتتجمع من المهمات اليوميه، والصفراء بتتجمع وانت بتلعب اللعبه. تمام. انا جمعت 18 من اصل 1200 نجمه. وطبعا انت بتجمع وبعد ما بتخلص تجميع طبعا انت بتلعب اللعبه برضه بتكسب عملات من دي اللي قايل لك عليها اللي هي العملات الذهبيه، فانت بتستلمها على طول عشان تعرف تخرجها من هنا فبتقدر تستلمها. وهنا بيقول لك النجوم المحظوظه اللي هي النجوم البنفسجي بتجمع 6 نجوم تقدر تحولهم علشان تكمل هنا. النجوم الصفراء بتنضاف على طول. تمام. بعدين هنطلع كده. ودلوقتي انا شرحت لك كل لعبه، هم مفيش الا طرق السحب فهشرحها لك برضو. عندك طرق السحب، وعندك اللعبه دي متاحه للناس من بره مصر ومن جوه مصر. لو ضغطنا على طرق السحب هنا بيجي لك فودافون كاش، اتصالات كاش، اورنج كاش، البي بال. لو انت من بره مصر تقدر تسحب فلوسك من خلال البي بال. تمام. وعندك برضو العمله الخضراء زي ما قلت لك برضو هي نفس طرق السحب، بس هنا لحد المبلغ بيبدأ من 480. اما العملة الذهبية وفي قانون في العملة الذهبية لازم تاخد منك، اللي هو ايه القانون؟ بيقول لك ل 10000 من العملة الذهبية بيساوي 10 جنيه. يعني انت بتجمع 10000 عملة ذهبية بيتحسبوا لك 10 جنيه وتقدر تسحبهم ال 10 جنيه. الحد الادنى بيتهيألي 5 جنيه، فبتقدر تسحب على طول ال 5 جنيه او ال 10 جنيه حسب الفلوس اللي انت بتجمعها. امال هنا في العملة الخضراء الحد الادنى هو 480 عملة خضراء لحد 1900 عملة خضراء. والعملة الخضراء زي ما قلت لك برضه تقدر تجمعها من الجوائز الكبرى ومن المهمات اليومية، وبعدين بتقدر تسحب. وطرق السحب زي العملة الذهبية. وبكده انا اكون شرحت لك اللعبة كاملة. فما تنساش تدعمني باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشير رابط الفيديو لاصدقائك علشان يستفادوا زي ما انت بتستفاد. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد في التعليقات. وبالتوفيق للجميع. سلام.